صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لاباس. انا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم في لاشين تاعنا. جيتكم فيديو جديده، فيديو بزاف متنوعه، وبغيت نرحب بالمشتركات الجدد ونقول لكم مرحبا بكم عندنا وفي عائلتنا. الى عجبكم الفيديو خلوا لي جيم وكومنتير، وما تنسوش تشتركوا في القناه باش تزيد تكبر لمتنا. ويلا نبداو في الفيديو تاعنا. واليوم حبيت نشارك معكم حاجة بسيطة نبدأ بيها نهاري، واللي هي مشروب الديتوكس الطبيعي. هو ماء مع ليمون والخيار. هاد الوصفة سهلة بزاف بصح فيها فوائد كبيرة. الماء أول حاجة يرطب الجسم ويعطيه النشاط، والليمون معروف باللي فيه فيتامين سي يساعد على تنقية الجسم من السموم ويقوي المناعة. والخيار فيه نسبة كبيرة من الماء يبرد الجسم وينقي البشرة ويساعد على الهضم. كي نخلطوهم مع بعض يعطيو مشروب منعش بزاف، ماشي غير صحي بصح حتى يعاون باش الواحد يبدا نهاره بطاقة جديدة. انا شخصيا نحب نشربه في الصباح قبل الفطور، كيما نقولوا تنظيف للجسم من الداخل، ماشي غير هكا تاني، حتى للبشرة راهو بزاف هايل، يعطي إشراقة ويخلي الوجه مرتاح، ويزيد يساعد على تصفية الجسم من الدهون الزايدة والسموم. بصراحة ما كانش أسهل من أنك تعمري قرعة ماء تزيدي فيها دوائر الليمون والخيار وتخليها شوية في الثلاجة، ومن بعد عندك مشروب طبيعي وصحي. والبنات ما تنسوش تروحوا تشوفوا الانستغرام تاعي، خليت لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. واليوم بنات كما عودتكم شاك فيديو لازم نهضروا في موضوع نتناقشوا فيه، والموضوع تاع اليوم حبيت نهضر على موضوع يهم بزاف النساء، واللي هو كيفاش المرأة تطلب من الزوج تاعها يخرجها باش يديها للمنتزه ولا للغابة ولا حتى البحر. نشوفوا بزاف نساء يبقاو ساكتين وكي يشوفوا الزوج تاعهم ما يخرجهمش يزحفوا ويولوا دائما معصبين. بصح يا البنات لازم تفهموا باللي الزوج مرات يكون مشغول بالخدمه بالتفكير وبالمسؤوليات، بصح هذه ماشي معناها ما يحبش ولا ما يقدرش، غير هو راه مركز على امور اخرى. والمرأة بطبيعتها تحب تبدل الجو، الروتين اليومي بين الماكلة الميناج والدار يقتلها نفسيا، تحس روحها مخنوقة حتى ولو كان تكون عندها دار شابة. كي تخرج تشم شوية هوا، تشوف الطبيعة، تقعد مع الزوج تاعها في بلاصة تكون هادية، تولي عندها طاقة جديدة وترجع لدارها بوجه فرحان. وهنا في الفطور رحت ندير طاكوس، يعني كما راكم عارفين تالمو الجو راه حامي بزاف، رانا نبغوا ناكلو غير صوالح الخفاف. دونك طاكوس كنت باغا نديرها في البانيناز، مي مالوغوزمون كي جيت ندير وجدته وجيت نحطها في البانيناز لقيت البانيناز ما تخدمش عندي، دونك دخلتها ديريكتومون للفوغ. دونك تاعي درت فيه الفرomاج، من تاع الزوج ما درتش فيه الفرomاج باسكو اي حيه فيها فرomاج ما ياكلهاش. دونك البنات نقول الموضوع تاعنا. اذا اول حاجه المراه لازم تعرف كيفاش تهدر، ماشي تجي وتقول شوف لازم نخرج اليوم ولا نخرج غدوه راني مليت. لا 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 ماشي كيما هكا. هكذا الزوج يحس روحه مجبور وما يحبش واحد يفرض عليه. شوفوا يا البنات ما كاش كيما الكلمه كي تكون حنينه وتكون بهدوء. الزوج كي يسمع الزوجة تاعها تطلب بصوت رقيق وتبين له بلي تحب تشاركو اللحظة غادي يوافق حتى ولو كان يكون تعبان. يحاول يلقى وقت باش يفرح الزوجة تاعه. تاني نقطة مهمة لازم تفهميه بلي الخرجات ماشي غير ليك، حتى هو يحتاج يبدل الجو. قولي شوف حتى انت تعبت كامل الاسبوع، هيا نبدلو شويه جو، نتمشاو نروحو غدوه، اكيد راح ترتاح تنسى شويه الخدمه. يعني ما تبينيهاش غير طلب ليك انتيا فقط، بصح بينيها باللي حاجه مشتركه بينكم.
وهنا البنات مع العطش تاع الصيف رحت ديريكتومون درت موخيطو. اش استعملت فيه؟ استعملت فيه عصير 3 حبات ليمون. من الافضل تستعملوا الليمون اللي يكون اخضر باسكو يجي يعطي بدنه شابه. وزدت له نصف كاس تاع السكر وورقات تاع النعناع. الماء يكون بارد ونطحنوهم. من نطحنوهم من الاحسن تصفوهم وتشربوهم، يعني صراحه هذا ما يليق في الصيف. وصدقوني هذيك الخرجات الصغيره تفرق بزاف في العلاقه الزوجيه. كي تروحوا مع بعض تهضروا تضحكوا تتفكروا ايام زمان كيف كنتوا في الخطوبه ولا بدايه الزواج. الزوج يشوف مرته فرحانه وحتى هو يتبدل، يولي اكثر قرب منها. ما لازمش نستهزئوا بالخروج للبحر ولا للغابه ولا حتى قهوه صغيره. مشي لازم سافر ولا فيلا ولا جو سي با كوا. مرات خرجة بسيطة تقدر تخلي القلب عامر بالحب. الحاجة الأخرى لازم المرأة تكون ذكية في الوقت. ما تطلبش من الزوج يخرجك وهو جاي تعبان من الخدمة وراسو يوجع فيه. استناه حتى يقعد شوية ولا في الويكاند وقتها يكون هو حتى هو حاب يبدل جو. تاني حاجة ماشي غير تقعدي تلومي وتعايري. شوف فلانة الزوجة تاعها خرجها، شوف فلانة الزوجة تاعها داها البحر. لا لا ماشي كيما هكا. هذا أسلوب يغلق قلب الزوج ويخليه يعاند أكتر. بالعكس يستعملي أسلوب المقارنة الإيجابية. شحال شابة كي نكون أنا وانت نتمشاو مع بعض، شوفوا الطبيعة، نتصوروا. تعقل داك النهار كي رحنا لديك بلاصة شابة بزاف، فوتنا نهار شباب إلى آخره. يعني لازم تكون عندك طريقة. ومن بعد كنا البنات فطرنا ومع الزوج هكا خرجنا. الزوج قال لي بلي نروح نضربوا دوره. دونك رحنا البحر. صراحه كان كاين شويه ريح وكانوا الغاشي بزاف. خليتكم مع بعض اللقطات. والبنات من وصلنا كان كاين تحت البحر باش تبحروا. ومن بعد كينا تقدروا تطلعوا كاع الفوق هكا باش تشوفوا واحد المناظر شابه بزاف. ولكن للاسف يعني الطليعه تاعها جاتني شويه واعره. انا ما قديتش، يعني درت سبورت تاع اللي ما درتهش في عام درتها هنايا. وكل ما نتمشى شويه نقول للزوج صاي غادي نحبس هنا، ما قديتش نزيد نطلع. ولكن الزوج كان يحفزني ويقول لي شوفي نساء، يعني تشوفوا نساء ما شاء الله 82 عام 50 عام تشوفيها تطلع لك هذه الطليعه وتتمشى. يعني وانا اللي صغيره في اللاج قاعده كل ما نتمشى شويه نقول صاي عييت غادي نحبس. مي فرانشمون البنات صراحه تستاهل هذاك السبور. كانت كاينه واحد المناظر شابه بزاف بزاف بزاف. رغم هذا صورت لكم ولكن ما تبانش كما الحقيقه. ومن بعد كينا البنات هودنا قدمنا بلاصه. صراحه انا ما عمتش باسكو كان البحر شويه مهلك وانا نخاف كي يكون هكا مهلك. مع البحر تاعهم ماشي كيما تاعنا في البلاد، هنا البحر تاعهم جاي شويه يعني فون ميم كي تدخلي ما جايش كيما احنا عندنا الرمله كيما هكا عندك تمشي نو جاي شويه غارق. وكانت كاينه السباحه ممنوعه.
ومن بعد وصلنا لغروب الشمس يا صحباتي ويا بنات، كانت بزاف روعه. يعني هذا المنظر والله لا تحسي بوحده النفسيه، تحسي تغيير، يعني تغيري الجو، تغيري النفسيه تاعك مليحه هكا طون طون، تخرجي وتبدلي الجو. والبنات بغيت نقول لكم اللي قبل مرة تكون ذكيه، تعرف تهيئ الجو للخرجه. مثلا تقترحي عليه بلاصه وتحضري حاجه صغيره ياكلها في الطريق، وتحضري له حاجه صغيره تاكلوها، ماشي دائما تشرو من برا ولا دائما يعني تقارئي للزوج هو اللي يحضر. لا، انتيا كي تعرفي روحك راكم باغيين تخرجوا، وجدي له هذوك الصوالح هكا باش يتلقى كلشي واجد وتسهلي له الخرجه. تبيني له بلي راح يكون يوم ممتع. هكا الراجل يشوف بلي الزوجه تاعه ماشي تزيد له هم، بالعكس راهي تزيد له راحه. خلاصة الموضوع يا البنات، المرأة اللي تحب تخرج لازم تطلب بطريقة ذكية، بالحنانة، بالهضرة المليحة، وبالأسلوب اللي يخلي الزوج يحس بلي الخرجات هذه اللي هو ماشي غير ليها هي. والكلمة الطيبة وحدها تبدل بزاف أمور، وكي الزوج يشوف الزوجة تاعه فرحانة حتى هو يرتاح. وفي الآخر هذا هو زواج، مشاركة، تفاهم، فرحة بسيطة نعيشوها مع بعضنا. وهنا البنات وصلنا الى نهايه الفيديو. نقول لكم الى عجبكم الفيديو خلوا لي جيم او كومنتير، ونقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.